اش نقول له بانه احنا الصحراويين باقيين ذا الحال؟ أعتقد أول سؤال يرتبط على الاثنين، هي طبيعة الحكم الذاتي، أو هناك تصور للحكومة المغربية لهذا الحكم الذاتي أو الإدارة التي ستدير على إقليم الصحراوي إذا صار بالحكم الذاتي. السؤال الثاني، هل يمكن بناء الثقة بين الحكومة المغربية وقيادات سياسية في جبهة البوليزاريو تربى وترعرع على كراهية الحكومة المغربية والمملكة المغربية؟ يعني نبدأ بالأخير ديال السؤال، فيما يتعلق هل هناك إمكانية لبناء ثقة بين المسيرين للبوليساريو والدولة المغربية؟ نعم، هناك زعماء كثيرين ديال البوليساريو اللي رجعوا للوطن، الحضرمي، إبراهيم حكيم، بجمولة من تبي، خياط، وكثيرين أخرين، 6000 واحد، فيهم الزعماء، فيهم الأطر المتوسطة، فيهم السكان العاديين. نعم، هذا كلهم مغاربة، كلهم اللي أسسوا البوليساريو مغاربة. كاين فيهم اللي هو من طنطان، كاين اللي من بولينين، كاين اللي من أكادير، كاين من الرباط، كلهم قراو في جامعة ديال محمد الخامس. كل شيء، بما فيه محمد العزيز. محمد العزيز الأب ديالو راه في الكوكاس، برا في الكوكاس، وبا راه كيخرج المغرب ورجع له يدخل، مشى يلاه كان في العمرة هذه مؤخرا، وخوه محامي في العيون، وخوته أخرين راهم في بني ملال. هذا مشكل عائلي، لا يوجد مشكل بين المغرب وأي من مؤسسين أو مسيرين أو مكونين البوليساريو. الوقت أيوب الزعيم العسكري يلاه دخل كذلك في أيوب. إذا ما كاين. النقطة الثانية، هذا مشكل أعقد الجواب، لأني ما يمكنش نعطيك معلومات ضافية كثيرة فيه، لأنه هذا هو صلب الموضوع، لأن الموضوع اللي احنا خدامين فيه تفاصيل الحكم الذاتي. لكن عموما حكم الذاتي غاد اولا ماهيش ناقص يغير والو في الصحراء تبقى مغربيه. لن المغرب غادي يبقى ينقال له المغرب المملكه المغربيه من طنجه الى الولاء. هذا الاول. الحكم الذاتي هو موجه لارضاء مجموعه من الناس في ميادين معينه، حقوق سياسيه، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، حقوق ثقافية، حسب المعايير اللي قد نبنوها على المصلحة العليا ديال المملكة المغربية قبل أي شيء. شفنا ما هو موجود هنا وهناك، شفنا تجارب، تكلمنا مع دول، تكلمنا مع كذا، درسنا، ولكن الحكم الذاتي اللي قد يكون أساسا موجه إلى الحفاظ على المصلحة العليا للمملكة المغربية. الجهاز التشريعي والقضائي